تعرفون كم قتل النبي صلى الله عليه وسلم من رجل في حياته؟ كيفاش النبي السعيد يقتل؟ نعم، النبي قتل رجلا واحد في حياته، وهذا الرجل يدعى أبي بن خلف. أبي بن خلف كان كافرا وأشد كفرا، وفي إحدى الأيام التقى هو والنبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة أو عند الكعبة. فأبي بن خلف هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد لأقتلنك يوما ما، وإني لأعلف وأسمن فرس لأقتلك. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه: سأقتلك عليها. ومرت الأيام وجاءت غزوة أحد، وهنا أبي بن خلف دخل المعركة وهو يصرخ ويقول: أين محمد؟ أين محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان وسط الصحابة فسمع الصوت فعرفه بأنه أبي بن خلف. فيقول هنا طلحة واصفا المشهد: النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني وإياه، دعوني وإياه. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع رمحه من الأرض فاهتز معه رجال من شدة قوة النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه عليه فأحدث فيه جرحا عميقا في هذا أبي بن خلف، فذهب يجري وهو يصرخ: قتلني وقد قالها، قتلني وقد قالها، حتى وجدوه بعد مسافة مغمى عليه صرعا مقتولا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يقتل، وقد قال النبي: شر الناس من يقتل نبي أو يقتله نبي. والله أعلم وأدرى. السلام عليكم.